لو قلتلكوا ضحيت بإيه علشان يفضل بس معايا عمركم هتصدقوني. وفي الآخر أنا فرح، بس للأسف ماليش من اسمي نصيب أبدا. أنا بنت من سوريا، عندي 28 سنة، من عيلة مش هقول فقيرة، لا 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 لا، دي تحت خط الفقر بكتير، فوق ما أي حد يقدر يتخيل. بعد الأحداث اللي حصلت في سوريا الحال اتدحضر أكتر، فخرجنا أنا وأهلي من سوريا ورحنا على تركيا. عشت أنا وأهلي في المخيمات وفي الشوارع. في الوقت ده اتقدم لي وحيد، وطبعا أهلي ما صدقوا يشيلوا أي حمل من عليهم، فوافقوا على طول. في الوقت ده كان عندي 16 سنة، كنت لسه صغيرة ومش عارفة حاجة، ففرحت بالعريس وتعلقت بيه زي أي طفل ما بيتعلق بأي حاجة جديدة، وبنيت عليه أحلامي وطموحاتي، وقلت خلاص هو ده طوق النجاة اللي هينتشلني من كل اللي أنا فيه. وفعلا اتجوزنا وخلفت منه بنتين زي القمر، وكانت حياتنا مستقرة في المخيمات وبيعاملني كويس جدا، وفعلا ما كانش في أي مشاكل. لغاية ما في يوم جوزي قرر إننا ننتقل لمحافظة تانية